السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد ويوم جديد، وزي ما انتم شايفين كده هنعمل الغدا مع بعض. تمام. دي كوسه، والله كانت عندي في التلاجة بقالها كتير، فقلت الحقها كده وبنعمل شويه كوسه. هعمل كوسه مطبوخه وكوسه متشوحه. تمام. ادي اهو، هقطعها كده بسرعه بسرعه عشان عايزه اطبخ بسرعه. هي كل حاجه جاهزه الحمد لله، الصلصه معموله ويا دوبك بس الكوسه هتتقطع وانا بعمل اكل ني. تمام. اهو انا مش عارفه الواحد هياكل ايه بقالنا، يعني احنا بنحب الكوسه، يعني انا بحب الكوسه جدا. خصوصا لو كان عليها نعناع، بس انا للاسف ما عنديش نعناع، بس ان شاء الله النعناع نزل السوق كده اجيب منه. بشكركم حبايبي على الكومنتات بتاعت الفيديو اللي فات. والله أنا مش عارفه يعني اقول لكم ايه، كل اللي عمل لي كومنت انا بشكره جدا جدا جدا، وبيبقى لي في قلبي كده معزه خاصه والله اللي عمل لي كومنتات ده. ف بصراحه يعني ربنا يبارك له يا رب ويصلحه حاله، واللي مشترك لي في القناه واللي يعني بيعمل لي لايك، اي حد بيعمل لي اي حاجه في القناه ان شاء الله حتى بينتقدني انا والله ما بزعل. يعني فاكرين انا بزعل؟ لا، ما بزعلش والله من اي حاجه. ف انا مبسوطه جدا بيكم وكومنتاتكم، وبصراحه انا اتعودت عليكم واتعودت اعمل كل حاجه معاكم. والله لو طول افتح الكاميرا ليل نهار كده معاكم ما عنديش اي مشكله. ولو عايزين نعمل نقعد مع بعض كده بث مباشر، قولوا لي، اكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي بتبقوا فاضيين امتى واحنا نفتح كلنا ونعمل بث مباشر ونتكلم مع بعض. تمام. انا اهو بقشر كده بسرعه اهو، يعني انا قلت الحقها بقى لحسن مكسله بقالي كام يوم اطبخ. الواحد زي ما قلت لكم بقى من الحر مش عايز ياكل اي حاجه بصراحه. فقلت بقى الكوسه هتبوظ، فقلت اطبخها كده، هم حبه صغيرين يعني مش كتير، فقلت الحقها بقى ونطبخها بدل ما تبوظ. قولوا لي كده في بيتكم بتعملوا اكل الايام دي في الحر ده؟ يعني ايه احسن انواع الاكل ممكن ناكلها في الحر ده؟ زي ما شفتوا الفيديو اللي فات، انا يعني كنت عايشه اليومين اللي فاتوا، يعني اذا كلت كنت باكل فاكهه، يعني او فاكهه الحاجات اللي هي البسيطه كده زي ما وريتكم. انتوا بقى بتطبخوا ايه في الايام الحر ديت؟ بتعملوا اكل ايه؟ في ناس قالوا لي جبنه وبطيخ، والله فكره حلوه، يعني جبنه وبطيخ دي بقى لي كتير ما اكلتش جبنه وبطيخ. في جبنه وعنب، يعني كلنا متفقين على الجبنه دي حاجه اساسيه طبعا، لان الجبنه بتبقى ساقعه فالواحد بياكلها ساقعه، مش محتاجه تسخين في الحر ده ولا اي حاجه، ولا الواحد طايق التسخين ولا اي حاجه في الحر ده. ف طبعا الكوسه بقى هجربها النهارده كمان معاكم بطريقه. يعني اولا هعمل شويه منها مطبوخه وشويه منها متشوحه، مش عارفه لو كفت، يعني هي شكلها حبه صغيره يعني ممكن ما تكفيش كتير، يعني ما تكفيش ان انا اعمل شويه مطبوخين شويه متشوحين. فلو كده هعمل مطبوخه بس، شكلي هعمل مطبوخه بس عشان هما مش كتير يعني، يا دوبك يعني. كوسه حلوه قوي، يعني انا من عشاق الكوسه. في ناس كتير ما بتحبهاش وفي ولاد ما بيحبهاش، مش عارفه ليه، يعني مع انها طريه وحلوه، وده البيبيهات بياكلوها. يعني البيبيهات كده ما تقولي اي بيبي كده يقولك اسلقي له كوسه واكليها له. فالكوسه حلوه قوي قوي، خصوصا حطينا عليها رشه نعناع، يا نهار ابيض، رشه النعناع دي بتفرق جامد جامد، يعني بتقلب الحاجه من النقيض للنقيض. اه والله، عشان كده ان شاء الله انا عايزه اجيب نعناع واعمله في البيت، اجففه في البيت، لان انا ما بشتري نعناع من بره بحس كله تراب، ومفهوش ريحه، مفهوش اي حاجه، يعني تحس ان هو
مش نعناع اصلا. فاي حاجه بصراحه الواحد بيجيبها من بره يعني ايه ما بتبقاش زي حاجه البيت يعني لو تعملوا كل حاجه في البيت احسن والله. الواحد لو عنده وقت والله يجفف كل حاجه في البيت ويعملها في البيت بس بقى الوقت، مش عارفه الوقت ولا احنا ما بقناش عندنا صبر ولا احنا اللي بنضيع وقتنا ولا مبقاش فيه بركه في الوقت، الواحد مش عارف والله. بس اليومين دولت يعني موسم النعناع. عارفين انا لما جبت الفلفل فاكرين الفيديو بتاع الفلفل لما جبته وجففته وطحنته. انا كنت جايبه قبله حبه يعني وطحنتهم، والله الشطه بتاعته طلعت جميله ولا فيها ترابايه واحده. وانا جايبه شويه برضو وساعتها ما وريتهم لكم فلفل احمر وجففته وهو نشف، وعايزه بقى اطحنه ان شاء الله. ما اجي اطحنه هبقى اطحنه معاكم عشان اوريهولكم. فده شطه في البيت يعني بصراحه احسن من بره. شطه بره كل ما اجي اشتريها الاقي في اخرها كده تراب 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 تراب. فبصراحه شطه البيت احلى. اي حاجه بتتعمل في البيت حلوه. ونفسي كمان اجيب ملوخيه واجففها في البيت. هي طريقتها سهله زي النعناع كده بتجففيه في البيت يعني تغسليها وتقطفيها وتحطيها في الشمس وكل شويه تقلبيها كده شمال يمين لغايه ما تنشف خالص. وبعد ما تنشف خالص بقى اطحنيها، بس اطحنيها في الخلاط وشيليها تبقى عندك ملوخيه مجففه. فالحاجات دي بتبقى حلوه في قوي قوي في البيت. لو حد عنده حاجه تانية بيعملها في البيت يقول. يعني احنا عارفين الصلصه طبعا، الملوخيه، الفلفل اللي هو الشطه، النعناع. ايه تاني ممكن نجففه ونعمله في البيت؟ طبعا التوم ما بيجففش. احنا عملنا بودرة التوم مع بعض برضه في القناة خلي بالكم. وعملنا ايه كمان مش فاكرة عملنا ايه كمان مجفف كده يتحفظ. بقية الاكل عملناه ان هو مجفف ونشيله في الفريزر. بس بصراحة الكوسة لما بحطها في الفريزر افرزها بلاقيها يعني بتشد كده شوية يعني مش عارفة ما بتبقاش حلوة يعني بتجلد. ايوه بتجلد، هي دي الكلمة اللي انا عمالة افتكرها من بدري. بتجلد كده وما بتبقاش حلوة. فمش عارفة هل انا اللي جففتها بطريقة غلط ولا هي فعلا لما بتتجفف بتجلد. هي والقرنبيط لما جففتهم جلدوا شوية في الفريزر. فياريت لو حد عنده فكرة يعني لتجفيفهم او يقولي سبب ان هي بتجلد ده ايه يقولي. تمام. مش عارفة الكوسة طريت كانتش كده لما جبتها، بس يلا بقى مش مشكلة هيكفي عشوة وخلاص. مش عارفة الاكل ده بقى حيرة. تقولولي كده يا جماعة فكرة اكل حلوة. احسن الواحد خلاص مخه اكسد من الاكل. كل يوم الواحد هيقول هياكل ايه هياكل ايه هياكل ايه. اللي معايا كده لغاية اللحظة دي كده يقول لي هو عامل ايه في اكل بيته النهاردة، ماشي؟ او يقول لنا على افكار حلوة كده للاكل خفيفة كده وسريعة. انا مش عايزة اقول لكم انا بعز الاكل السريع قد ايه. بحب الاكل كده خطوة واحدة تحطيه كله في الحلة او في الفرن وتسيبيه بقى مع نفسه. بعز جدا الاكل ده. فتلاقيني الاكل ده وبحب اعمل الاكل بتاعي ني في ني. ني في ني ده اصلا سهل جدا بصراحة وصحي وبيبقى خفيف على القلب كده وخفيف على المعدة بس ناس كتير مش عارفة ليه ما بتحبش الاكل ني في ني، مع انه يعني انا بحبه جدا. بيبقى خفيف قوي كده وما بيحماش على الصدر ولا بيجيب حموضة ولا تعب ولا اي حاجة الحمد لله. فياريت والله ان انتوا الايام حتى ديت في الصيف يعني على الاقل تطبخوا الاكل يبقى خفيف كده ما يبقاش تقيل على المعدة والصدر. خلصت كده الكوسة
هعمل ايه بقى؟ كنت جايبه الفلفل القوطه دول فهقطعهم عليها، بس مش مشكله. بقى هنا كده هقطع الكوسه. يعني الكوسه دي مش هتاخد غلوه وهتتعمل. عايزاكم بقى تقيموني في الاكل. مش عارفه هتقيموني على الكوسه؟ قوليلي كده، يعني بتحبوا الكوسه وهي ني في ني، ولا بتحبوها وهي معموله كده مسبكه؟ يعني انتوا افضل لكم ايه، ني في ني ولا مسبكه؟ اللي بيحب ني في ني يكتب، اللي بيحب مسبك يكتب. والله عايزه اعرف يعني جربوها. ده انتوا هتلاقوا ني في ني ده جميل وسهل. انا عايزه الحاجه السهله قلت لكم والله. لا هو شويه الكوسه دولت يا دوبك هيكفوا العشر، مش هينفع اعمل منه اشوح منه حاجه. فهعمله كده على طول في الحله حتى الصغيره. بينجز معايا بصراحه. اما تكوني جايبه خضارك في التلاجة ومحضره اهم حاجه الصلصه دي، تكوني مصلصله الاكل كده، الطماطم خلاص، يعني اعتبري نفسك طبختي في اللاوعي. يعني طبختي بسرعه. خلاص بصوا، خلاص كده الطبخه معايا. اهم حاجه كده الصلصه. انا الصلصه مطلعاها من الفريزر تمام وجاهزه. طب مش هتاخد وقت معايا، انتوا عارفين الكوسه ما بتاخدش وقت على البوتاجاز. بصوا قطعتها، بصوا شويه صغيرين يعني، بصوا فيا دوبك. انا حاطه طبق تحت عشان هي كانت بتتكلم. وده بقى بصلايه، هي بصلايه دي على قدها. البصلايه بقى هدعكها كده بملح وفلفل. هدعك البصلايه بملح وفلفل. متقلقوش انا غاسله ايدي قبل ما ابدا، وغاسله الكوسه وغاسله كل الخضار قبل ما ابدا، فما تقلقوش يعني دي نضيفه الحمد لله. عشان بس محدش يعلق، غاسله الكوسه وهي بقشرها كده وغسلتها عشان يبقى كله نضيف يعني الحمد لله. ده كده الملح اهو. كده ايه الفلفل. عارفين الفلفل برضو انا طحنته في البيت، يعني انا جبته سليم وطحنته في البيت، معلش البصلايه حاميه قوي. جبت الفلفل وطحنته في البيت، مش عايزه اقول لكم قد ايه رائع. عارفين بفتح دلوقتي ريحته هفت، وده اللي فكرني اقول لكم. الاول كنت بجيبه مطحون من بره، فبصراحه ما بيبقاش فيه ريحه، وتحسي كده ان هو يعني مش في ابيض كتير وكده وفي تراب، يعني مش بتحسي ريحته الحلوه دي اللي انا شميها. فكده انا اهو دعكت كده خلاص اهو. هقوم بقى ايه احط الحاجه على النار وانتوا معايا بقى. يلا نروح المطبخ. بينا بقى على المطبخ اهو. رحنا المطبخ، خدتكم رحنا المطبخ وحولنا على النار. البوتاجاز اهو ولع، وهبتدي بقى ان انا اعمل الايه الكوسه. طبعا كلكم هتشوفوا شكل البوتاجاز، شكله وحش جدا، شايفين شكله عامل ازاي. انا مخليه كده علشان ان شاء الله هعمل لكم فيديو ازاي ننظف البوتاجاز بطريقه سهله وبسيطه، وهنستخدم حاجه يعني هتشيل كل الحروق والدهون والحاجات الموجوده على البوتاجاز دي بسرعه ومن غير اي تعب. بس عشان الناس بس هتقولي يا سايبه بوتاجازك انت مش نظيفه انت مش عارف ايه، لا يا جماعه. وحتى يعني لو سايبه البوتاجاز، يعني كل واحد ساعات بيحصل له ظروف ما يبقاش فاضي ما يبقاش عامل، يعني بلاش ننتقد الناس في كل حاجه كده. على العموم اللي عايز يقول يقول براحتكم يعني، بس انا فهمتكم يعني تمام. دي الحاجه التانية بقى هنا.
انا طبعا حطيت شوية صلصة، ولسه هكمل بقى من كيس تاني، عشان حاطة اكياس صغيرة كده في الفريزر. عاملة اكياس صغيرة صلصة واكياس كبيرة واكياس وسط، علشان يعني كل اكل على حسب. يعني طبعا حاجة زي المحشي دي بتحتاج لها صلصة كتير، فعاملة لها كيس كبير. الكشري الحاجات دي بتبقى محتاجة ايه كمية صلصة كبيرة، وعاملة صلصة بحيث ان انا لو عملت طبخة كبيرة مثلا عزومة ولا حاجة، طبخة كبيرة يكون عندي ايه كيس كبير. وأكياس صغيرة زي كده، لو عايزة هعمل شوية مكرونة صغننين، هعمل شوية طبيخ صغننين زي دول، يبقى أكياس صغيرة. تمام. طيب الصلصة بتاعتي بقى بحبشها كده شوية، يعني بكتر فيها الفلفل الأسود، بحط فيها شوية كمون كزبرة، بحط فيها سنة توم سنة شطة، تحطي شوية جنزبيل. الحاجات دي بتبقى حلوة أوي. فبقى ايه كده احط السمنة اهي، استخدم سمنة روابي. يعني هي مش على طول، يعني على حسب ما بلاقي او حسب ما بيكون. انا بحس ان كل طعم السمنة واحد، يعني مفيش فرق ما بينهم. وانا دايما يعني معظم اكلاتي بتبقى يعني ايه بزيت، يعني فقليل ما بحط سمنة. هنا كده هبتدي بقى احط الكوسة انا كنت غسلتها تاني على الحوض كده بسرعة بمية، مع اني كنت غسلها قبل ما اقشرها، بس قلت اغسلها تاني كده اديها شطفة سريعة عشان تبقى كويسة يعني. كده خلاص بقى وملحت الصلصة وكل حاجة، فكده تمام. طبعا ما انساش ان انا كنت حاطة ملح في البصل، فقبل ما احط ملح هدوقها، فانا دقتها لقيتها كويسة يعني مش محتاجة، هزود لها شوية مية واسيبها بقى تغلي، وبعد ما تغلي اوطي عليها شوية. الاكل لما بيتوطى عليه كده وبيستوي على الهادي، على نار هادية، بيبقى طعمه احلى، بيبقى شكله اجمل. بتلاقي كده شوية السمنة اللي انتي حطاها عايمين على وش الطبيخ، زي ما هوريكوا كده اخر الفيديو، فبيبقى شكله حلو قوي وبيفتح النفس قوي. وبتلاقي كمان طعم الاكل استوى بطريقة حلوة يعني. وكمان الكوسة والطبيخ يعني عموما، اول ما تعمليه ما تطبخوش على طول، يعني ما تغرفيش منه على طول، سيبيه حوالي ربع ساعة كده مطفي عليه، بحيث ان هو يشرب من صلصة الطماطم ويشرب من التوابل، وتحسي كده ان هو إيه اندمج معاهم. اي خضار يعني، اي خضار خصوصا الكوسة الفاصوليا البيضة اللوبيا البيضة. فدايما الخضار ده البسلة، يعني الحاجات دي دايما تسيبيها كده علشان تشرب شوية من الصلصة. هوريكوا شكلها دلوقتي اهو، شكلها بقى جميل واستوت، وهطفي عليها وهسيبها شوية ربع ساعة نص ساعة كده، وبعدين نغرف منها. طعم رائع يا جماعة. واسيبكم بقى عشان اروح اكل. اتفضلوا معايا، يا ريت كل اللي يشوف الفيديو يشغله من اوله لاخره، ويشترك معايا في القناة، ومتنسوش اللايك والكومنت الحلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.